ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين بقى كده احنا هنعمل فطار على السريع من توست كان باقي عندي من وصفة. وشايفين طبعا المكونات قدامكم. بيض، يعني الاساسي بيض وموزاريلا. وهنشوف بقى الوصفة مع بعض دلوقتي. ده البيض هضربه كده وهحط عليه فلفل وزعتر محوج وملح، وهضربه كويس قوي وادوبه كويس. تحفة، الزعتر المحوج جميل معاه. الطاسة بقى هحط فيها زيت، سمنة مش زيت، سوري. وعلى النار، اهم حاجة تسخنيه، وبعد كده تهدي النار خالص خالص. زي ما انت شفتيني كده حطيت التوست، وبعدين فضيت شوية بيض، وحطيت فيه فلفل الوان بقى، احمر اصفر زي ما يكون عندك. وقطعت من الجبنة المثلثات وحطيت، وشوية موزاريلا. وهضغط كده بسيط وبالراحة. وطبعا عشان انت مهديه النار عشان تستوي. بعد كده هقلبها زي ما شفتي كده، وهسيبها تاخد لون برضو من الاتجاه التاني كويس قوي. بعد كده طلعتها وهعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. زي ما انت شايفة كده الطريقة دي تحفة قوي وسريعة ومنجزة جدا، وطعم الاكل فيها حلو قوي، يعني طعمها حلو قوي قوي يعني. والولاد هيحبوها عندك. خدي بالك ان انا يعني التوستايه زي ما انت شفتيها قبل كده، ممكن تقدميها زي ما انا وريتها لك قبل كده، وممكن هتشوفيها هعملها بطريقة تانية برضو للتقديم. تقلقيش، البيض اللي انت شفتيه ده ممكن تدخليه زي ما انا عملت كده. قلبتها كده، بوريلكوا شكلها تحفة. دي بقى جبنة شيدر عندي، قطعت منها كده قطعتين، شوية موزاريلا. دي الطريقة التانية بقى، احنا ممكن نقدم التوست زي ما هو، ممكن نعمله زي ما انت شايفة كده. هحطهم على بعض وهتكة شوية بسيط، وطبعا هما سخنين فهيسيحوا الجبن دي. وهقلبها تاني على الجنب التاني، تقلقيش مش هينشف ولا حاجة. هيبقى مقرمش بس يعني في طراوة كده، مقرمش من بره بس طري من جوه. حلو قوي. شايفة؟ وهوريك القرمشة عاملة ازاي. كده التوست بتاعنا خلص. شكله يفتح النفس، يعني جامد جدا. حتى لو انتي مش بتحبي البيض قوي، هتفتح نفسك الوصفة دي قوي قوي قوي. والولاد حتى اللي مش بيحبوا البيض، لما تعمله لهم كده ممكن مع شكله وطعمه يحبوه. حلو قوي بجد. هقطعه لكم بقى ونشوف كده شكله من جوه عامل ازاي. بصوا، بصوا الجمال، والله جامد جدا. حلو قوي بجد، وطعمه حلو. ما تنسوش بقى لو عجبكم الوصفة دي اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.